أهلا بيكم على قناتنا وقناتكم قناة فيلم ونار. فيا مساء الخيرات على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا كلها. حكايتنا النهاردة عن فيلم شهير من أفلام الإثارة والمغامرة والغموض في السينما المصرية. عاوزين تعرفوا هو فيلم إيه؟ وإيه قصته؟ ومين أبطاله؟ وتفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن فيلم الخدعة الخفية، وهو واحد من أشهر أفلام الإثارة والمغامرة والغموض في السينما المصرية، واتعرض سنة 1975. كتابة يحيى العلمي وعصام الجنبلاطي، ومن إخراج يحيى العلمي. الفيلم من بطولة عادل إمام بدور سامي وهدان، وناهد شريف بدور شهيرة، وفريد شوقي بدور العقيد كمال. كما شارك في التمثيل حياة إنديل ونجوى فؤاد وعماد حمدي ومحمود المليجي وسيد زيان ويونس شلبي. الفنانة ناهد شريف اتولدت يوم 1 يناير 1942 في محافظة بني سويف بصعيد مصر، واشتغلت في السينما المصرية واللبنانية، واعتبرت من أبرز نجمات الستينات والسبعينات. بدأت شهرتها تكبر واحدة واحدة، وقدمت أدوار مهمة في السينما، لكن حياتها انطلقت مبكرا سنة 1981 لما توفت يوم 7 أبريل عن عمر 39 سنة بعد صراع مع سرطان الثدي. الفنانة نجوى فؤاد اتولدت يوم 17 يناير سنة 1939 في حي الجمرك بالإسكندرية، لأب مصري أصله من الصعيد، وكان شغال كهربائي، وأم فلسطينية. تعتبر من أشهر نجمات الرقص الشرقي في مصر في القرن العشرين، وكمان اشتغلت كممثلة وقدمت حوالي 50 فيلم مصري، وكانت دايما بتجمع بين الرقص والتمثيل، وده خلاها ليها حضور قوي في السينما. أما قصة فيلم الخدعة الخفية فبتبدأ لما بيتنشر خبر وفاة العالم المصري رؤوف بعد اختفائه في ظروف غامضة، لكن بنته شهيرة مش بتصدق الخبر، فبتتعاون مع الصحفي سامي وهدان عشان تدور عليه، ومع البحث بيكتشفوا إنه عايش ومستخبي في بيروت خوفا من عصابة خطيرة عايزة تسرق أبحاثه وأوراقه السرية. ومع تقدم الأحداث الصراع بيكبر بين شهيرة والصحفي من ناحية، والعصابة من ناحية تانية، وبتتصاعد الأحداث في إطار من التشويق والإثارة لحد ما الحقيقة بتبدأ تتكشف. حكايتنا النهاردة عن فيلم بناتنا في الخارج، وهو واحد من أشهر أفلام السينما المصرية، واتعرض سنة 1984 من كتابة أحمد صالح ومن إخراج محمد عبد العزيز. الفيلم من بطولة محمود عبد العزيز، سعيد صالح، رغدة، حاتم ذو الفقار، وعبد الرحيم الزرقاني. الفنانة رغدة اتولدت في حلب يوم 18 يوليو سنة 1957 لأب حلبي وأم من اللاذقية. سافرت مصر سنة 1980 عشان تكمل دراستها في كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم الأدب العربي، لكن بعدها دخلت مجال التمثيل وبدأت تشتغل في السينما والتلفزيون والمسرح بين مصر وسوريا، وكمان شاركت في برامج وأعمال إذاعية. نجوميتها بدأت تكبر جدا بعد فيلم الطاووس سنة 1982 مع صلاح ذو الفقار وإخراج كمال الشيخ، وبعدها اشتغلت مع دريد لحام والكاتب محمد المغوط في فيلم الحدود وفيلم التقرير، وده خلاها تبقى من أشهر نجمات السينما العربية في الثمانينات والتسعينات. وعلى المستوى الشخصي اتجوزت من تاجر السجاد عبد الله الكحال، وخلفوا 3 أولاد، بثينة وتميمة ومحمد، لكن الجواز ما استمرش وانفصلوا بعد كده. أما فيلم بناتنا في الخارج فقصته بتدور حوالين سلوى، وهي طالبة جامعة بتسافر باريس، وهناك بتتعرف على الدكتور شريف، ومع الأيام قصة حب كبيرة بتبدأ بينهم. شريف بيحكي لها إنه ساب مصر بعد أزمة صعبة جدا لما أصر يعمل عملية جراحية المريض رغم اعتراض زمايله، لكن للأسف المريض مات، فالهجوم عليه زاد جدا واضطر يسافر باريس. وبعد فترة سلوى بترجع مصر عشان تزور أهلها، لكنها بتتفاجئ إن شريف رجع هو كمان بعد ما اتأكد إنه بيحبها بجد، ومن هنا الأحداث بتقلب دراما ورومانسية بشكل أكبر. حكايتنا النهاردة عن فيلم جحيم تحت الماء، وهو واحد من أشهر أفلام السينما المصرية، واتعرض سنة 1983. سيناريو وحوار صلاح فؤاد ومن إخراج نادر جلال. الفيلم من بطولة ليلى علوي، سمير صبري، عادل أدهم. حكاية فيلم جحيم تحت الماء بتبدأ لما قصة الحب اللي بين حسن اللي قام بدوره سمير صبري وهالة اللي لعبت دورها ليلى علوي تنتهي بسبب مكيدة من صاحبتها سمسمة اللي جسدتها ليلى شعير. بعد الفراق حسن بيتجوز ست أجنبية وبيشتغل مدرب غطس في مدينة ساحلية،
بينما هالة بتتجوز رجل الأعمال الفاسد زكي الكيلاني اللي لعب دوره عادل أدهم. وبعد سنين الكيلاني بيتورط في أزمة مالية ضخمة وبيسرق صندوق مليان ألماس من عصابة تهريب خطيرة بيديرها البرنس اللي قام بدوره محسن سرحان بعد ما قتل مندوب العصابة ورماه من المركب. الكيلاني بيحاول يخبي الصندوق في البحر مربوط بعوامة عشان يرجع له بعدين، لكن الصندوق بيضيع فيضطر يستعين بغواص شاطر يطلعه، والمفاجأة إن الغواص ده بيكون حسن نفسه. ومع مقابلة حسن وهالة من جديد بيكتشفوا إن سبب فراقهم كان مؤامرة، فتبدأ مشاعر الحب ترجع بينهم تاني، خصوصا بعد ما حسن فقد زوجته في حادث غطس وسابت له ابنه علي. وفي نفس الوقت هالة بتكتشف حقيقة جوزها الإجرامية. حكايتنا النهاردة عن فيلم صيد الرجال، وهو واحد من أشهر أفلام التشويق والإثارة في السينما السورية، واتعرض سنة 1976. قصة فوزي العريفي ومن إخراج بشير صفية. الفيلم من بطولة ناجي جبر، حياة قنديل، محمود جبر، مها الصالح، هالة حسني، ومحمد الشماط. الفنانة حياة قنديل اتولدت يوم 23 نوفمبر سنة 1951، وكانت من نجمات السينما المصرية اللي لمعوا بقوة في السبعينات، لكن فضلت الحياة الأسرية والاستقرار على الشهرة والفن في نهاية الفترة دي. حصلت على دبلوم تجارة، وبدأت مشوارها الفني وهي صغيرة من خلال برامج الأطفال، وبعدها دخلت التمثيل لأول مرة في فيلم صراع الأبطال سنة 1962. بعدها اختفت فترة عن التمثيل، لكن رجعت تاني وقدمت أفلام ناجحة في السينما. وبعد جوازها من الممثل فكري أباظة قررت تبعد عن الوسط الفني، وكان آخر أعمالها في السينما فيلم أذكريني سنة 1978، وبعدها قدمت مسلسل دمعة ندم سنة 1979، وبعدها اعتزلت الفن تقريباً. أما فيلم صيد الرجال فقصته بتدور حوالين شريف، وهو شاب غني ومستهتر بيتعرف على هدى، البنت الفقيرة اللي عايشة في حي شعبي قديم في دمشق، وأمها شغالة خدامة عشان تقدر تصرف على أخواتها اللي بيدرسوا في الجامعة. شريف بيحاول يعتدي على هدى، لكنها بتقاومه وبتضربه بزجاجة بتشوه وشه، ومن هنا حياته بتتقلب لرغبة انتقام كبيرة منها. بعد كده هدى بتدخل في طريق مظلم لما بتستغل شقة شغالة فيها خدامة وبتجيب عصام هناك، وتبدأ علاقة غلط بينهم بسبب الظروف القاسية اللي عايشاها. وفي وسط كل ده شريف بيفضل يطاردها عشان ينتقم، بينما صالح اللي بيحب هدى بصدق بيحاول يقف جنبها ويدافع عنها رغم معرفته بكل اللي حصل، لأنه شايف إنها ضحية للظروف والمجتمع. ومع الوقت الأحداث بتسخن جدا وبتدخل في صراعات نفسية وإنسانية قوية.